صباح الخير. الساعة النهاردة بدري زي ما انتم شايفين كده، نازل بصور فيديو اللي هينزل على القناة الأساسية بكرة، فنازل كده كان لازم أصحى بدري. المهم بقى في كام أبديت كده عن موضوع النوم. يعني عملت شوية سيرش كده وعرفت أسباب الموضوع إيه، ويعني وبقى عندي كان فعلا الموضوع إيه الأسباب ومش عارف إيه الكلام ده كله، فبقى عندي معرفة إيه السبب اللي بيخلي النوم عندي بايظ كده. ففي شوية أسباب، في شوية حلول، فبدأت أعمل حلول. نمت 5 ساعات تقريبا أو 5 ساعات، فده إنجاز كبير من 3 ل5. مهم إن أنا بعد ما بحثت كتير جدا وعملت كتير جدا، فأنا لقيت إن السايكل بتاعت النوم دي عشان تتعدل محتاجين 6 شهور. ده شيء كويس، أنت محتاج 6 شهور عشان تظبط سايكل النوم. ممكن أبقى أعمل لكم فيديو لو أنتم مهتمين تعرفوا إيه الأسباب، إيه الحاجات دي كلها، ولو في حد زي انا لسه ما جربتش الموضوع، انا لسه بجرب فاهم. بس بما ان احنا اتنقلنا من 3 ل5 فده انجاز كبير جدا، فكنت حابب اعرف هل انتوا مهتمين تعرفوا اكتر عن الموضوع ده ولا لا. فلو مهتمين عرفوا انت في الكومنتس. المهم زي ما انتم شايفين كده نازلين الصبح بدري. جو حلو الصراحه، في شويه هوا، كان في هوا اكتر من كده، فالصراحه جو حلو. الفكرة بقى الناس اللي عمالة تبصلك دي، يا يابا في ايه؟ انا مش بعمل اي حاجة غير ان انا بصور نفسي. اهم حاجة بس ايه، ان اليوم مش تمام، محدش يوقفنا ولا يعمل لنا اي حاجة. عارفين طبعا بما ان الواحد صاحي بدري، هو هيروح فين دلوقتي؟ يعني هتمشي شوية كده وبعدين انتوا عارفين هنروح فين. لو مش عارف يبقى انت مش متابع كويس. عارف في حاجة لسه جاية في دماغي دلوقتي وكنت عايز اخد رأيكم فيها. هل انتم مهتمين ان انا اعمل لكم فيديو عن ازاي تصور نفسك بابليك، تصور نفسك وسط الناس والكلام ده كله؟ مش عارف، لسه الموضوع ده جاي في دماغي، خصوصا ان انا واجهت صعوبات كتير جدا في البداية وانا بدأت ان انا اصور نفسي بابليك وكده. فكنت عايز اعرف هل محتاجين فيديو عن الموضوع ده وازاي تاخد ثقة بنفسك وانت بتصور بره والموضوع ده بالكامل ولا لا. فلو محتاجين اسمعوا تحت في الكومنت، هعمل لكم فيديو مخصوص عن الموضوع ده. صراحة متحمس جدا ان انا اعمل، سواء عايزين او مش عايزين. فانا عايز اعمل عن الموضوع ده، عايز اتكلم عن الموضوع ده، في كلام كتير جدا جوايا عن الموضوع ده فعايز اطلعه الصراحة. فمش عارف، فلو مهتمين كده عرفوني وانا اعمل لكم فيديو، او انا كده كده ممكن اعمل فيديو اصلا، فمش عارف. فانا محتاج بس حد يحمسني ان انا اعمل فيديو او اتكلم عن التوبيك ده عموما. اوكي، لسه مخلص تصوير الفيديو اللي قلت لكم عليه. انا ما كنتش خلصت عليه، كان لما بصيت في الشوت ليست بتاعتي كان فاضل عندي مشهد لسه ما صورتوش، فلسه مخلص الشوت ده دلوقتي. فكده اوفيشالي وي دان، خلصت تصوير الفيديو خلاص كده بالكامل. ف يعني الحمد لله صورنا بدون اي مشاكل تماما، ولكن نظرات الناس بقى عماله تبص يا جماعه في ايه، مش كده بس تمام. يعني مفيش اي مشكله. انا كده مبسوط جدا ان انا صاحي بدري، مبسوط جدا ان انا نزلت بدري. انا في العاده انا بحب اخد ضوء الشمس الصبح بدري كده، بحب ان انا انزل اتمشى. شايف الخنزير ده؟ شايف ده المصري بكل بساطه. بس تمام مش مشكله قوي. يعني اهم حاجه ان انا اصور الفيديو اللي هو عايز يصوره. ودي حاجه بقى لازم تكون عارفها، اهم حاجه الشوت ليست بتاعتك. لازم تكون كاتب شوت ليست عشان تعرف ايه اللي انت هتصوره. زي ما انا كنت كاتب كده، كنت فاكر ان انا خلصت، ولكن لما بصيت على الشوت ليست بتاعتي كان فاضل لي 1 شوت. لما خلصت الشوت ده كده كل حاجه اوفيشالي دون. عايز اعرف هل في حد منكم بينزل الصبح كده يتمشى ومش عارف ايه. انا عارف ان في ناس كتير جدا مفشوخه في الشغل، ما عندهاش اي وقت نهائي ان هي تعمل اي حاجه. بس في حال ان انت عندك وقت الصبح ان انت تنزل، هل فعلا بتنزل ولا لا؟ اقرب في عربيه جايه هتشوفوها دلوقتي جايه وراك، اقرب محدش يكلمك، اقرب عدت على كده، عدت. الحمد لله محدش يكلمنا. كان عمل غلط. الراجل ده محترم، الراجل اللي عدى ده محترم، مفيش كلام يتقال عليه. بس كده نشوفكوا بقى عند مين، عارفين عند مين.
المايك نلحق الكاميرا قصدي قبل ما حد يجي ياخدها ويجي. اوكي رجعت البيت بقالي شويه، فطرت قعدت شويه خدت القهوه بتاعتي. بالنسبه للقهوه بقى، القهوه من ضمن الحاجات اللي كانت بتخليني ما انامش كتير بسبب ان انا كنت بشرب قهوه بكميه غبيه. فالقهوه فيها كافيين زياده، فيها كافيين مش عارف فنجان قهوه فيه من 40 ل 80 مللي جرام كافيين، حاجه زي كده مش فاكر الرقم بالظبط. فبالتالي في اخر اليوم بكون شربت كتير جدا جدا، فهي فنجان قهوه واحد بس في اليوم، فمش هنعرف نشرب قهوه كتير، فهو فنجان واحد بس في اليوم. فبعد ما شربت القهوه وكده وقعدت، حبيت بقى ان انا ايدي البي سي نقعد نشتغل ونإيديتنج، نعمل إيديتنج، نجهز شويه حاجات. الفيديو اللي هينزل بكره على القناه الاساسيه نكمل تجهيزه، نبدا بقى نصور في باقي الشوتس اللي لسه ما صورتش فيه كام شوت بي رول محتاج اصور الفيديو اللي هينزل بكره. الفيديو اللي هينزل بكره يبقى ريفيو لبرودكت، فمحتاجين بي رول شوتس هنا، محتاجين نصور توكينج هيد فيديو للفيديو اللي هينزل، فمحتاج يعني اصور شويه حاجات، فالكهرباء هتقطع مش هتعرف تعمل حاجه. فانا بدل لما ايد البي سي اقعد نص ساعه على ما اجهز اصلا السيت اب ان انا اصور والكلام ده كله، فبالتالي مش هلحق اصلا ان انا اصور عشان الكهرباء تكون قطعت. ف ايه اللي هيحصل كالاتي، انا مش هصور دلوقتي، استنى الكهرباء لما تيجي. حتى والله الناس عندنا الورش اللي تحت جنب البيت يعني قاعدين هم ما بقوش بيفتحوا غير بعد ما الكهرباء تيجي. فيعني هم بيجوا يفتحوا من بدري كل، بس ما بيشتغلوش غير بعد ما الكهرباء بتيجي. اصلا هشتغل اعمل ايه فاهم؟ ف نستنى الكهرباء بقى تيجي. ممكن اتمرن بس ده مش اكيد. ايه اللي انا قلته ده؟ بس بقول لكم ممكن اتمرن بس ده مش اكيد، فمش عارف الصراحه يعني ايه اللي انا اعمله دلوقتي. هحاول مفيش حاجه، ولكن بقى احاول ان انا ما انامش عشان انا كنت بنام في الوقت ده، فالجسم والساعه البيولوجيه اللي جوايا متعوده ان هي بتنام في الوقت ده. فبالتالي لازم احارب الجزء ده، وان الواحد ما ينامش غير بالليل في الوقت اللي انا حاطه، ان انت تثبت معاك ان انت تبقى موجود على السرير كل يوم. فالموضوع ده هبقى اتكلم عنه بعدين، اللي هو موضوع النوم وازاي هظبطه والكلام ده، ان شاء الله هظبطه ان شاء الله. اصل خلاص كده لازم هنظبط النوم، لازم هننام 8 ساعات، لازم بأي طريقة بقى فاهمين. لازم اظبط الموضوع ده، فهبقى اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده بالكامل، بس ينفع معايا او يمشي معايا الطرق دي، وبعدين اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده. اكيد هنطول لان انا من حسب اللي قرأته امبارح ان احنا نقعد تقريبا 6 شهور لحد ما نظبط السايكل بتاعت النوم وما تبصش تاني بعد كده. فترقبوا فيديو بعد 6 شهور او ممكن ازيد مش عارف فين، لان انت ممكن تيجي في وقت تبريك اللي انت عملته ده، فانت هترجع تعيد من الاول تاني. فان شاء الله ما نبوظش اي حاجه من اللي احنا عملناها ونرجعش نعيد من الاول تاني. الكهرباء النهاردة بعد ما قطعت وجت للأسف قطعت 2 و19 دقيقة. امبارح كانت 2 وربع، النهاردة 2 و19 دقيقة، فكل يوم بيزودوا. مش عارف هتوصل 3 ساعات ولا ايه، بس يعني ده مش موضوعنا. حصل حاجات كتير جدا في الوقت اللي الكهرباء كانت قطع فيه، منها ان انا كنت منزل فيلم اتفرج عليه. فكرة بقى وانا بتفرج انا عمال احلل الفيلم ده، احلل القطس اللي فيه، احلل الترانزيشنز اللي فيه، احلل كل حاجة حرفيا في الفيلم، لدرجة ان انا دماغي فصلت بعد نص ساعة. الفيلم ممتع جدا ولكن ما كملتوش بسبب ان انا مش داخل اتفرج، لا ده انا داخل احلل كل حاجة. كنت منزل كام حاجة تانية كده، كام فيديو تاني اتعلم منه الايديتنج، اتعلم منه من بعض الايديتورز بيعملوا ايه في الايديت بتاعهم، بيبداوا منين بينهوا ازاي، الفكره الكامله. يعني قعدت اتعلم اكتر ازاي احكي قصه عن طريق الايديتنج، ازاي الايديتور بيبدا في الشغل بتاعه ازاي. اتعلمت حاجات كتير جدا يعني من الاخر، ففي اكتر من حاجه اتعلمتها. وبعدين جيت قعدت على البي سي اعمل شويه فايل مانجمنت، بسبب ان انا الهارد بتاعي ما فاضلش فيه غير 35 جيجا بس دول اللي موجودين فيه، فكان لازم ان احنا نقعد نقسم الفايلز اللي عندنا، نرتب الفايلز اللي عندنا. بالرغم ان انا شخص مرتب الفايلز اللي عندي بطريقه ممتازه جدا، ولكن ستيل كان في كام حاجه كده مش مترتبه، فقعدت ارتبهم. وبعدين دلوقتي المفروض ان احنا هنبدا اديتنج، ولكن
الحقيقة كنت محتاج اعمل القهوة دي جدا، بسبب ان انا محتاج اشرب قهوة، بسبب ان انا كنت بشرب كمية قهوة كبيرة جدا في اليوم، ويمكن دي من الاسباب اللي مبوظالي نومي وفشخالي حياتي حرفيا. ولكن احب القهوة، اعمل ايه؟ بس قررت ان انا اقلل القهوة بدرجة كبيرة جدا، فقللت القهوة دي. تاني مرة أشرب حاجة فيها كافيين النهاردة، فبالتالي أنا قللت الكافيين اللي داخلي النهاردة جدا جدا عن كل يوم، فهقعد أقلله تدريجيا لحد ما يبقى هي كوباية قهوة واحدة في اليوم بس. في اليوم كله تبقى كوباية قهوة واحدة، بسبب كمية الكافيين اللي تخش لي تبقى كمية قليلة، زي الناس الطبيعية عادي جدا كمية كافيين قليلة تخش لهم في اليوم، عشان ايه ما نبوظش الدنيا زي ما احنا كنا مبوظينها كده. المهم دلوقتي ورايا شوية حاجات عايز اعملها، يعني في شغل كتير جدا لازم يتعمل. اظن انتوا عارفين ايه اللي هيتعمل دلوقتي بعد ما قلنا يعني في رحلة اليوم ده كله ايه اللي هيتعمل دلوقتي، صح؟ شوية اديتنج، عشان كده كنا محتاجين القهوة نركز كده ونصحصح. في نهاية اليوم الساعة حاليا 9:15، فاحنا يعتبر في نهاية اليوم او في نهاية الفلوج ده. صراحة حابب ان انا انهي الفلوج ده بان انا اعبر عن قد ايه انا مبسوط النهاردة. مبسوط صراحة لعدة اسباب. اولا ان انا اتعلمت حاجات كتير النهاردة. ثانيا ان انا اتأكدت ان انا في بعض الحاجات ان انا كنت ماشي فيها صح وبعملها صح، وبعض الحاجات التانية اكيد كانت عندي غلط، فابدأ احسنها دلوقتي وابدأ اتعلم الصح بتاعها. ولكن فكرة ان انت تكون ماشي صح دي فكرة عظيمة جدا. وفكرة ان انت في اديتورز معينين بيشتغلوا بحاجات معينة بتكنيكس معينة انت بتكون شغال زيهم، والرؤية اللي عندك نفس الرؤية اللي عندهم او متقاربة نوعا ما، مش نفسها 100%، ولكن في بعض التشابه بينها. فدي حاجة الصراحة مخليني مبسوط النهاردة. كمان مخليني مبسوط ان انا صورت شوية حاجات النهاردة حلوة، صورت شوية صور عجباني. سوري، مش صور، فيديوهات عجباني. الفيديو بتاع قناة الأسيال اللي ينزل بكرة صورت فيه شوية حاجات عجباني لحد الآن. لسه في شوية حاجات ما صورتش فيه، ولكن هصورها النهاردة إن شاء الله أو بكرة الصبح، والفيديو يخلص على بكرة وهينزل. فالنهاردة الصراحة في حاجات كتير جدا بسطاني. يعني النهاردة في نهاية اليوم أحب أقول إن أنا النهاردة 2 مارس أنا مبسوط جدا، فواحد من الأيام الجميلة جدا في الشهر ده. يعني تاني يوم في الشهر ويكون يوم كويس كده، فالصراحة أنا مبسوط. في كمية سعادة كده. الحمد لله، يعني النهارده كان يوم كويس. امبارح انا كنت متضايق جدا بسبب بعض الحاجات، فالنهارده ان انا اكون مبسوط كده شيء جميل جدا. ان شاء الله بكره احاول النهارده انام بدري، عشان بكره نصحى بدري نصور الصبح بدري، بحيث ان ما يكونش في دوشه في الشارع، ويكون الفيديو بتاع بكره حلو. او ممكن اصوره النهارده ان شاء الله، لسه مش عارف. ولكن انا لحد الان بقول لكم انا مبسوط. لو انت بقى كملت لحد هنا شكرا جدا ليك. ما تنساش بقى ان انت تقول لي يومك النهارده كان عامل ايه، يومك مشي كويس مشي وحش، لو مشي كويس مش كويس ليه، مش وحش ليه، يعني نتناقش تحت في الكومنتس وكده. لايك الفيديو ده بقى لو عجبك، سبسكرايب للشانل عشان تشوف الفيديوهات الجايه، فولو على الانستجرام. بس كده، سلام. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create